جهزت كل حاجتي بسرعة علشان أمشي قبل ما الأمور تسوء أكتر من كده. كفاية قوي اللي حصل لحد كده. أنا لسه معرفش الحقيقة كاملة، بس اللي متأكدة منه إن في شيء مش طبيعي. كل حاجة هلاقي لها صرفة لما أمشي من هنا. لكن الباب خبط، ولما روحت أفتح الباب كنت غبية وما كنتش عاملة حسابي للي ممكن يكون مستنيني، واللي كان مستنيني كان أسوأ 100 مرة من كل تخيلاتي. بس قبل ما أحكي لكم اللي حصل النهاردة، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان تشوفوا كل القصص الجديدة اللي هتنزل أول بأول. أنا اسمي ليلى وعندي 24 سنة. أنا مش من هنا، لكن قاعدة جنب الجامعة علشان بدرس فيها. لكن لأن أهلي مش قادرين يدفعوا كل مصاريفي، فقررت إن أشتغل حاجة سهلة جنب الكلية. فنزلت أشتغل في سوبر ماركت جنب البيت اللي أنا ساكنة فيه. لكن للأسف شغلي في السوبر ماركت ما كانش بيجيب فلوس تكفيني، وده كان بيخليني أدور على شغل تاني طول الوقت. لحد ما في مرة وأنا في الكلية لقيت واحدة زميلتي اسمها هناء بتقولي ما تيجي تقدمي معايا في الشغل الجديد بتاعي يا ليلى، دول ناس محترمة قوي وبيدفعوا مرتبات كبيرة ومش هتعملي مجهود كبير خالص. طبعا الكلام ده شككني. ايه الشغل اللي ما فيهوش مجهود كبير لكن فلوسه كتيرة ده؟ بس برضو حسيت بالفضول اني عاوزة اعرف هي بتتكلم عن ايه. فقلت لها طيب احكي لي اكتر عن الشغل ده. قالت لي بصي يا ستي، في عمارة على اطراف البلد بتاعت ناس اغنياء قوي وكلها شقق تمليك، لكن المشكلة ان اصحابها شغلهم موجود برا البلد وبيسافروا كتير قوي، وده بيخلي الشقق تفضل مقفولة فترات طويلة، وده بيخليها تتملي تراب وعنكبوت وبيبوظ كل حاجة فيها. ودي شقق كلها عفش غالي وانتيكات وما ينفعش تتساب من غير تصليح، فعلشان كده بيأجروا ناس تقعد في الشقق دي لحد ما يرجعوا من بره وبيدفعوا فلوس كتيرة. لكن ما تقلقيش، انتي كل المطلوب منك تنضفي الشقة على خفيف يعني، لأن كده كده مش هتكون بتتوسخ جامد، ومقابل ده هتاخدي فلوس كتير وهتقعدي في شقة حلوة الكام شهر اللي صحاب البيت مش هيكونوا موجودين فيهم. قلت لها بس أنا مش بشتغل في خدمة البيوت يا هناء. قالت لي مين قال إنها خدمة بيوت؟ انتي كأنك مسؤولة عن البيت كله، لأنك مش بس هتاخدي بالك إنه ما يتوسخش، لا كمان هتعملي صيانة لكل حاجة. كهرباء باظت، حنفية سربت، أو تكييف ما بقاش شغال. بس انتي مش هتعملي حاجة بنفسك، انتي هتتصلي بشركة الصيانة وهي هتيجي تعمل كل حاجة. يعني ممكن تعتبري نفسك حاجة كده زي السكرتيرة. الأول كلامها ما كانش داخل دماغي وروحت وأنا ناسياه، بس لما روحت بالليل علشان أشتغل في السوبر ماركت رجعت تاني أفكر في الفلوس القليلة، والفكرة بدأت تحلو حبة حبة في دماغي. ما تجربي تروحي تتفرجي على الشقة يا ليلى، ما تاخدي بعضك وتزوري هناء. لحد ما في الآخر الفضول كسب واتصلت بهناء وقلت لها أنا عاوزة أقدم على الشغل واخد فكرة. هناء زبطت لي ميعاد مع مدير العمارة اللي بيوظف الناس اللي بتهتم بالشقق، وكان راجل شكله مهم وجد جدا. خدني يوريني الشقة اللي هقعد فيها، وكانت شقة مش معقولة، جميلة جدا وشكلها بتاعت ناس أغنياء قوي وكلها عفش وأنتيكات شكلها بملايين. الراجل قال لي إن كل اللي هيحتاجه مني علشان أقعد فيها بطاقتي كل يوم وأنا مروحة للبيت، علشان يضمن إني لو سرقت حاجة ما هربش بيها. وعرض عليا المرتب، ووقتها عيني زغللت ولقيتني بوافق بسرعة على الشغل. قبل ما نخرج من الشقة الراجل قال لي بس في شرط للشغل هنا يا ليلى. بصيت له والشك بدأ يرجع لي تاني. ضحك وقال لي ما تقلقيش، الشرط ده هو إنك ما تجيبيش حد يزورك هنا خالص، لأن دي مش شقتك، ده مكان شغل. أيوة خلال الكام شهر دول هتتصرفي كأنه بيتك، بس مش من حقك تجيبي حد معاكي. الشرط كان شكله طبيعي وقتها ومش مخيف، فوافقت. وطبعا كنت عبيطة. واحنا في مكتبه بنمضي العقد الراجل قاعد يسألني حبة أسئلة وهو بيدردش معايا. عرف بدرس ايه، وعرف ان أهلي في البلد وانهم بعيد ومش موجودين قريب مني، والكلام معاه خلاني هديت شوية وحسيت ان الدنيا مش قفشة قوي زي ما انا كنت متخيلة في الأول. بعد ما مضينا العقود اداني جزء من المرتب وقال لي ان ده عربون علشان ما فكرش انها نصبايا. فرحت جدا وخدت منه مفتاح الشقة وكنت هطلع. كنت بفكر ادور على شقة هناء ونسهر سوا، بس قبل ما اخرج من مكتب المدير لقيته بيقولي في حاجة كمان يا ليلى، لو صاحبتي حد من اللي شغالين هنا ما تقعدوش تزوروا بعض زي ما قلتلك، المكان هنا للشغل وبس. ما كانش عندي استعداد اني اخسر الشغلانة، فوافقت على شرطه. بس اتصلت بهناء وشكرتها على الشغلانة
وعرفت منها إنها ساكنة في الدور اللي تحتي. أول كام يوم كانوا هاديين، واكتشفت فيهم إن العمارة أغلب شققها فاضية وفيها كام شقة بس ساكنين، وإن في شقق كتير من الفاضية بيشتغل فيها ناس زيي، وده حسسني بالأمان شوية. وكان من ضمن الجيران واحدة وجوزها كانوا كل ما يشوفوني أحس إنهم مش طايقني، والست كذا مرة تعمل خناقات معايا علشان تمشيني. مرة تقولي انت بترمي حاجات على السلم، ومرة انت شكلك هتطلعي حرامية. لحد ما في مرة وهي بتزعقلي عيطت، ووقتها جه حد من الجيران قعد يهديني ويقولي أطنشها، وإنها دايما بتعمل خناقات كده مع الموظفين في الشقة. الشقة بتاعتي ما كانش فيها أي حاجة بايظة، وأنا ما كنتش بحتاج أعمل حاجة أكتر من إني ألمع الخشب والأرضيات وخلاص. وفي مرة زهقت من كتر القعاد لوحدي من غير حاجة أعملها، واتصلت بهناء وقلت لها نخرج سوا، بس صوتها كان متوتر شوية وقالت لي طيب خليها بكرة يا ليلى. معرفش ليه قلبي اتقبض، بس وافقت من سكات. تاني يوم في ميعاد خروجنا سوا رنيت على هناء بعد ما لبست وجهزت، بس ما ردتش عليا، فاستغربت ونزلت خبطت عليها. فتحت لي بنت تانية وقالت لي إن مفيش حد هنا اسمه هناء، وإنها استلمت شغلها الصبح. طبعا قلبي وقع، إزاي هناء مشيت فجأة ومن غير ما تقولي؟ نزلت بسرعة لمكتب المدير وقال لي إن جات لها مكالمة مفاجأة من أهلها ومشيت. وساعتها غلطت غلطة عمري وقلت له إني كلمتها امبارح وكان شكلها قلقان، واتفقنا نخرج النهاردة. الراجل معلقش على كلامي وسابني مشيت. وبعد يومين اكتشفت إنها اختفت كمان من الكلية وما بقتش تروح. وقتها شكيت قوي وقررت إني لما هروح البيت هلم حاجتي وامشي من الشقة من سكات. وانا طالعة على سلم العمارة قابلت الست جارتي الغنية اللي كانت كل مرة بتزعقلي، بس المرة دي ما كانش شكلها متضايق مني، لا كانت خايفة عليا، وقالت لي أنا كنت بزعقلك علشان تزهقي وتمشي، امشي من دلوقتي أحسن لك. وفعلا أول ما وصلت طلعت لميت شنطتي وكنت خلاص على الباب وماشية، ولما الباب خبط أنا ما كنتش لسه مخونة قوي وما كنتش متوقعة اللي ممكن يكون بيحصل. علشان كده رحت فتحت الباب وانا مجهزة المفاتيح علشان اطلع بأي حجة واسلم العهدة وامشي. بس لما فتحت الباب لقيت المدير ومعاه 2 من امن العمارة، واول لما شافوني واقفة بالشنطة شدوها مني ومسكوني، وحد منهم حط ايده على بقي علشان مصرخش. لقيت المدير بيطلع حقنة وبيقولي انتي شكيتي اسرع من اللازم، ناس كتيرة غيرك ما بيشكوش لحد النهاية زي هناء صاحبتك. وبعدها طلع حقنة وادهالي في دراعي، وبعدها أغمى عليا. ولما صحيت كنت على سرير في أوضة معرفهاش ومتكتفة، ولقيت داخل عليا واحد لابس بالطو دكتور وبيقولي ما تخافيش انتي لسه موجودة في العمارة بس في شقة تانية، والشقة التانية دي عبارة عن مستشفى، والناس اللي زيك لما بيجوا هنا يشتغلوا في الشقق بننقيهم دايما بنفسنا، يكونوا مقطوعين من شجرة أو محدش هيدور عليهم بسهولة، علشان بناخدهم بعدها وناخد منهم أعضاء ونستخدمها في عمليات محتاجينها ناس أغنياء محتاجين تبرع بالأعضاء. حاولت أصرخ بس كنت متكممة، والدكتور قال لي اهدي وما تحاوليش تهربي، العملية بتاعتك خلاص ميعادها قرب ومش هتحسي بحاجة تانية أبدا. وقال لي إن لو طلعت صحتي كويسة هياخدوا مني الأعضاء للعملية، ولو ما طلعتش مناسبة هيقتلوني ومحدش هيحس بحاجة، وعلى ما تبدأ الشرطة تدور عليا هيكون كل أثر بيربطني بالعمارة اختفى. أنا لسه موجودة هناك ومش عارفة أهرب إزاي، بس ما ظنش إنهم هيخلوني أهرب. يا ريت ما الفلوس زغللت عينيا وكنت هربت من أول ما رنيت على هناء وما ردتش عليا.